التسعينات وكان التلفزيون المصري قد بلغ 30 من العمر. ها هو الوقت قد حان لظهور موجة جديدة من الإعلام الحديث يواكب الثورة التكنولوجية التي بدت بوادرها في كل أنحاء العالم. وكان الأمر يحتاج إلى شخص يجمع ما بين أدبيات العمل الإذاعي والتلفزيوني بقواعده وأسسه وبين الفكر المتجدد واستشراف المستقبل. كان الأمر يحتاج إلى أستاذ، ولم يكن هناك أقدر منه.